السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من رحلة علم مع محمد رشاد. جاهزين نتعلم حاجة هتغير حياتكم مع الإكسل؟ في حلقة النهاردة هنتعرف على ميزة من أقوى المميزات اللي ممكن تستخدمها في الإكسل، وهي ميزة فلاش فيل. الميزة دي هتوفر لك ساعات كتير أوي من العمل وهتخلي شغلك أسرع بكتير. لو عايز تتعلم إزاي تخلي الإكسل يشتغل مكانك، تابع الحلقة للنهاية. زي ما انتم شايفين قدامي جدول فيه مجموعة بيانات موظفين المبيعات وموظفين المشتريات، وعندي كذا منطقة: منطقة القاهرة والدلتا والصعيد. أنا عايز أفصل الاسم الأول للموظف واسم العائلة والوظيفة والمنطقة، وعندي بيانات كتير. أنا عندي موظفين، أنا بشتغل في شركة مثلا انترناشونال أو شركة كبيرة فيها موظفين فوق 300 موظف يعني، فأنا هقعد أفصل على كل موظف على حدة؟ لا. النهارده انا هديكوا الاداه السحريه اللي هي فلاش فيل. بمنتهى البساطه انا بكتب اول سطر بس في الجدول اللي قصادي والاكسل بيشتغل مكاني. فباجي عند الاسم الاول الموظف، مثلا عندي محمد احمد علي، فبكتب في الاسم الاول للموظف محمد. اسم العائله علي. الوظيفه عندي مبيعات فبكتب مبيعات. المنطقه عندي منطقه القاهره فبكتب منطقه القاهره. بكتب اول سطر بس في الجدول اللي قصادي، وبعد كده بقف على اول كلمه اللي انا كتبتها وبدوس كنترول اي. هيسحب لي كل البيانات زي ما انا كاتب في الخلية الاولى. يعني انا في الخلية الاولى لو كتبت احمد، اللي هو الاسم الاب للموظف محمد احمد علي، هيعمل لي الاسم الاول للموظف كله، هيعملوا لي اسم الاب على حسب ما بكتب في الخلية الاولى، زي ما انتوا شايفين كده مع بعض. الأداة سهلة وبسيطة واختصار عبقري، وأنا لسه عارفه من قريب. لو كنت عارفه من قبل كده كان هيوفر لي جهد كبير قوي اشتغلت عليه. فأنا قلت أديها لكم بمنتهى البساطة. أنا كده أقدر أعمل الفلتر بتاعي بمنتهى السهولة. عايز أقول لكم إن فكرة الأداة اللي هي فلاش فيل اختصارها كنترول إي بجد فعلا من أقوى الشورت كات اللي اشتغلت عليه في حياتي. فعلا بيوفر حاجات كتيرة جدا. باختصار تاني، انا بقف عند الخلية الاولى اللي انا محتاج اطلع منها الداتا، وبكتب انا بايدي بس بكتب اول صف. اسم الاول الموظف محمد، اسم العائلة علي زي ما هو مكتوب في بيانات الموظف محمد احمد علي، فكتبت اسم الاول للموظف محمد، اسم العائلة علي، الوظيفة مبيعات، المنطقة بتاعته منطقة القاهرة، وبقف على محمد. كنترول اي بيعمل لي بيطبق لي نفس الحركة بالظبط على باقي البيانات اللي موجودة معايا. يا رب تكون 10,000 موظف هيعملهم لي في ثانية إلا ثانية. فيا رب تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ومستنيين تعليقاتكم على الفيديو. لو عجبكم الفيديو أتمنى ما تضيعوش تعبي على الفاضي يعني. شكرا، أشوفكم في الحلقة الجاية.